وصفة النهاردة سهلة ولذيذة جدا. هنعمل مع بعض الحمام. هو مش حمام قوي يعني، هو حمام كداب بأسهل وأحلى طريقة تاكلوه بيها بجد من غير فرن. هنسلقه على النار في خطوتين بس من غير ما يفك مننا. هعلمك ازاي تعمليه بأبسط طريقة، والطعم ان شاء الله هيعجبكم. اتمنى تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم. واكله مع النوش. بس اول حاجه لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والمتابعه. اول حاجه هنحتاج ان احنا نجيب وراك كده من عند بتاع الفراخ ونقول له يخليها. للحمام الكداب هي بتتخلي بطريقه معينه كده، وهنعملها في محلول ملحي الاول لمده ساعتين، عباره عن ملح وسكر وليمون ودقيق. وهنطلعها ننشفها كويس جدا كده، وهنبتدي ان احنا نعمل لها التتبيله بتاعتها. انا هنا جبت الوراك بتاعتي غسلتها زي ما قلت لكم ونشفتها حلوه قوي. هجيب هنا بوله هننزل فيها بصلايه كده فرمتها في الكبه، او ممكن تقطعها صغير على ايدك. هحط عليها ملح وفلفل، واحط عليها رشه جنزبيل. بحب احط الجنزبيل في اي تتبيله للفراخ بيدي طعم حلو قوي. واحط نص مكعب مرقه ماجي. دي المكونات بس اللي انا هحطها في الاول، مش هحط اكتر من كده عشان مش عايزاه يغير طعم الفراخ قوي معايا. البصله دي بجد كفيله ان هي تخلي طعم الفراخ حلو قوي. هنقلبها كويس جدا كده مع بعض، وهبتدي ان انا اتبل الوراك بتاعتي. اقل حاجه تقعد فيها في التتبيله دي ساعتين، ممكن قبلها بيوم عادي. انا كان عندي وقت وقعدتها قبلها بيوم. نتبلها بايدينا كده وندخل التتبيله دي جوه الفراخ كده عشان تشرب من التتبيله ويبقى طعمها حلو. هنا خلصت الكميه بتاعتي، هغطيها وادخلها التلاجة. جبت بصلايه قطعتها صغير، جبت حله على النار سخنتها، نزلت فيها بمعلقتين زيت ومعلقه سمنه سخنوا كويس جدا. نزلت بالبصلة ومعاها فصون توم اتشوحوا حلوة قوي كده مع بعض. نزلت عليهم بالقوانص كنت مقطعها صغير. شوحت القوانص شوية حلوين مع بعض كده، لازم القوانص ننزل بها الاول. وبعد كده نزلت بالكبد، شوحتهم خدوا لون حلو قوي مع بعض كده. نزلت عليهم بالبهارات ملح وفلفل وبابريكا ورشة بسيطة قرفة ورشة كزبرة وشوية كركم. ونزلت عليهم بمعلقة كبيرة دبس رمان، بجد بينقل الطعم في حتة تانية خالص، جربوها مش هتندموا. ونزلت عليهم بالرز بتاعي، معايا هنا كوبايتين رز غسلتهم وصفيتهم. هقلبهم شوية حلوين كده مع بعض عشان الرز يطلع مفلفل معايا ومش معجن. شوحته بتاع 5 دقايق كده. هنا هنزل بكمية المية اللي عندي، نص كمية الرز. يعني حاطة كوبايتين رز نزلت بكوباية واحدة بس من المية المغلية، وهسيبه على نار هادية. انا عايزاه نص سوا مش عايزاه سوا كامل زي ما انتوا شايفين كده. جبت ورقة الاسترتش فرشتها على صينية كده. هبتدي ان انا احط الوراك بتاعتي، هفردها كده وابتدي ان انا افرد اللحم من جوه كده. وهبتدي ان انا احشيها. انا طبعا عندي الدبوسه من هنا فاضيه، هبتدي ان انا ادخل الحشو بتاعتي كده لحد ما املى الدبوسه. زي ما انتوا شايفين كده. نحاول ما نكترش قوي الرز عشان ما يطلعش معانا. وهبتدي ان انا الفها زي ما انتوا شايفين كده. لفها سهل جدا مفيهوش اي تعقيد. وابتدي اشيل اي زوايد كده، وابتدي ان انا الف بالاسترتش زي ما انتوا شايفين. وابتدي ان انا اقفل من الجناب. في ناس بتحطها في ورق فويل كمان، بس دي كفيله ان هي ما تخليهاش تفك معايا، مش هحط في اي حاجه تانية. هبتدي ان انا اقطع ورق الاسترتش بتاعي كده. وبس كده سهله جدا وما خدتش معايا وقت خالص. هعمل كمان واحده قدامكم. اهم حاجه نفرد اللحم كده كويس جدا. وهبتدي ان انا احشي. اول حاجه نحشيها الدبوسه، ندخل كده لحد ما تتملي. الرز هنا نص سوا عشان لسه هيكمل سوا في السلق.
هبتدي ان انا الف كده. اي زوايد هشيلها. مهم اوي ان احنا نقفل من الجناب واحنا ماشيين كده. هنا خلصت الكمية كلها بنفس الطريقة. عندي هنا مية بتغلي، نزلت فيها بملح وفلفل وورق لورا، وهبتدي ان انا انزل الفراخ بتاعتي فيها. لازم تكون بتغلي. هنزلها بس لمدة تلت ساعة، مش هكتر عن كده، وهشيلها. اول 5 دقايق تكون على نار عالية، بعد كده هوطي النار. دي بعد ما طلعت، شايفين ولا فكت ولا اي حاجة، والرز كله جوه موجود. هبتدي ان انا ادهنها كده بمعلقة زيت، عليها معلقة كاتشب. الكاتشب بيديها طعم حلو قوي. عليها معلقة صلصة جاهزة. هقلبها كده كويس جدا مع بعض، وهبتدي ان انا ادهن الوش بس كده بيها. هدخلها الفرن تحت الشواية بس، هتاخد لون ونطلعها، مش هنشغل من تحت. باقي الرز الخلطة بتاعي كملت سواء على نار هادية وقدمته تحتها. بجد كان طعمه حلو قوي. وبس كده، دي كانت وصفة النهاردة، اتمنى تعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والمتابعة. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامة.